شحال تقريبا كيتقام عليك راسك في الشهر؟ بين والديا ولا غير بوحدي؟ عليك تصرفيت على والديك؟ انا كنصرف على والديا على خوتي. انا حنتزوج بك انت ولا حنتزوج بوالديك؟ لا ما ماشي والديا وصافي. علاش انا غنتزوج براجل اللي ما يعاونيش على والديا؟ شنو غندير به؟ كما انا غنقول له عاون، هو غيصرف على والدي وما يصرفش على، ماشي انا قلت لك يصرف على والديا، ولكن الا كانت شي حاجه محتاجه لوالديا ولا شي حاجه ما غنعطيهمش. مثلا في العيد، ما نعاونوش باش يشريو الحولي، ولا مثلا ما نصيفط لهم شي بركه ضروري بالنسبه لي انا. وانا عندي خوتي كيقراو في بريفي، انا كنخلص لهم المدرسه. بصح انا خاوتك انا حنخلص لهم قرايتهم. على بالك انت باقي صغير كتبان ليا على المسؤوليه على بزاف د الحوايج. قلتي 24 عام الفوق، هذا عنده 24 عام باقي ما قفلاش الفقيه. عنده راه هذا يشدك يهرب بك، تشمل المسؤوليه راه كبير. راه هما الجزائريين كيبانوا صغار، هما كبار، فهمتي؟ هما الجزائريين هما كيبانوا صغار، انت الا كتجي كيبانوا للمغرب، شابين. كتجي للمغرب، جيت لكازا من قبل، جيت لمراكش، جيت مع الدراري. كتجي لمراكش، جيت لكازا بزاف. حافظها بعد هذيك درب سلطان، درب فقراء كذا هذيك. ويلي الفقيه جيت مع عشراني مغاربه وكذا. جيتي لدرب السلطان؟ ودخلت لحتى درب فقراء حتى هي ثاني جيت لها. ما مشيتيش لمارشي الجمعه؟ يا ودي جيت بزاف. درت في كازا يا رجل علال. ريحت فيها قريب 15 يوم. واخا. شنو هما الشروط ديالك اخويا؟ هما الشروط هذوك هي تقول لك السيد ماشي قادر عليها، ما فهمتش انا شوف انا نقول لك حاجه. انا هي قالت اسمع، انا عزازين عليا الجزائر بزاف، سورتو صحابي عشراني من فرنسا عزاز عليا بزاف، فهمتي، وكنحترمهم بزاف، ولكن كتبان لي باقي صغير. انا بالي تبارك الله، بالي انا تبارك الله انت خدام وكاري، عندي طوموبيلتي، عندي الحمد لله. اش من طوموبيل عندك؟ خويا عندي 207. مزيان خدام يعني مريقل. كلشي ستابل وكذا والحمد لله. واش بغيتي انت؟ واش بغيتي؟ راه راجل ونص بغيتي. توكلي على الله. قولي لي شنو الشروط ديالك، قولي لي. شنو هما الشروط زعما؟ يعني شنو كتشرطي على هذا الراجل؟ شنو كتشرطي عليه قبل ما تزوجي به؟ عندك شي شروط؟ يكون ود الناس ويكون ظريف معايا، واللي احتاجيتي يعطيها لي، حيت انا ما نخدمش، غنكون في الدار، وخصو يكون باينه هذه الخدمه ما كاس. انا ما نخدمش، غنخدم على الراجل وصافي، نولي انا راجل في بلاصتو. وصافي يخدم عليا ويتهلا فيا ويشري داكشي اللي بغيت ويديرني انا مرتو صاحبتو اي حاجه، فهمتي؟ وصافي ويعيشني مزيان بشي طبقه مزيانه كما انا عايشه مزيانه وصافي. وين تسكني انت؟ بابا واخا بلاتي تقريبا اكاوتر تقريبا شحال تقريبا كيتقام عليك راسك في الشهر؟ بين والديا ولا غير بوحدي؟ عليك تصرفيت على والديك؟ انا كنصرف على والديا على خوتي. انا حنتزوج بك انت ولا حنتزوج بوالديك؟ لا ما ماشي والديا وصافي. علاش انا غنتزوج براجل اللي ما يعاونيش على والديا؟ شنو غندير به؟ كما انا غنقول له عاون، هو غيصرف على والدي وما يصرفش على، ماشي انا قلت لك يصرف على والديا، ولكن الا كانت شي حاجه محتاجه لوالديا ولا شي حاجه ما غنعطيهمش. مثلا في العيد ما نعاونوش باش يشريو الحولي، ولا مثلا ما نصيفط لهم شي بركه ضروري بالنسبه لي انا. وانا عندي خوتي كيقراو في بريفي، انا كنخلص لهم المدرسه. بصح انا خاوتك انا حنخلص لهم قرايتهم. ما قلتلكش غتخلص لهم قرايتهم، انا قلت لك والديا غنعاونهم. قلت لك الفقيه هذا زعما انا شفتني شي واحد زعما يكون زعما باينه فيه ولد الناس وكبير. اسمعني الفقيه، اسمعني الفقيه، تكون واقعي شويه. انا شوف لكن انت مرتاح ماديا، راه ما يجيوك والديا لا شيء. كيما انت ماديا ولكن ماشي مليونير. انا واش بان لك انا الريفين ولا نجي شوف انا ما قلت لك دابا حتى شي حاجه. دابا انت اللي
كتبغي تعصب الامور حتى انا باش نهرب شي صوره مش نعصب والله ما يعصب يا خوني، هذا اللايف كيشوفوا والدينا، هذا اللايف كيشوفوا والدينا، ما بغيناش زعما شي صوره ماشي تسليها وصافي فهمتي. على بالي بصح، بس لا بصح ما قلت والو، انا ما خسرت الهضره، ما قلت حتى حاجه، نهضر هضره معقوله والله فهمتي. هبط تنفقي شي واحد هبطوا بجوج بكم، انا راسي ضرني والله، تا راسي ضرني بالله. ما بغيتوش تفهموا، وكل كيلغي بلغاه. هي قالت تصرف على والديا، واش انا هذا الراجل، واش هذا الراجل غيصرف على والديك؟ راه ما يمكنش، تانا كاين شي امور ما كتدخلش ما يمكنش هذا الراجل غيصرف على والديك، راه هو ما عندوش علاقه بوالديك. مثلا الا غيدير شي معروف غيديروا لانه هو بغى يدير المعروف، ماشي هو غتكون قاعده هو خصو يدير مع والديك ضروري، لا.